سمعتي قبل كده عن اكسبريشن سيكولوجية الألوان؟ وهي دراسة تأثير الألوان على نفسية الإنسان وتصرفاته. يعني الألوان اللي بنشوفها ممكن تأثر على نفسيتنا ومزاجنا، سواء كنا مرتاحين أو قلقانين أو حتى مش مركزين. تعالوا أديكم مثال بسيط. اللون الأحمر لون الطاقة والحماس، وفي نفس الوقت ممكن يحسسك بالتوتر أو العدوان لو استخدمناه زيادة. علشان كده بيستخدم في الإعلانات لجذب الانتباه. تاني لون معانا اللون الأزرق، لون مريح وبيحسس بالهدوء والاسترخاء، علشان كده بنشوفه في المستشفيات أو أي مكان بيحتاج للهدوء. تالت لون معانا وهو اللون الأصفر، لون بيدي السعادة والتفاؤل، بس لو كان كتير هيحسسك بالقلق وعدم الراحة. ورابع لون معانا وهو الأسود، لون كلاسيك وشيك جدا، بس ممكن يحسسك بالكآبة لو استخدمناه لوحده كتير. وآخر لون معانا وهو اللون الأخضر، بيدل على الطبيعة والحياة وبيدي الراحة النفسية. قولنا بقى ايه أكتر لون بيأثر في نفسيتك؟